هلا والله معاكم داي. مقطع جديد من السلسلة المحببة لكم جميعا، عندما تغرد الحمير. لو انت جديد وما بتعرف السلسلة، فبكل اختصار بنشوف تغريدات من ناس اقل ما يقال عنهم حمير. يعني لو بكون محترم بسميهم حمير، لانه حرفيا هاي الناس اللي بتغرد اقل شيء يمكن اقوله عنهم انه بفكروا من مؤقاتهم. وبما انك جديد يا اخي بالله اشترك يا اخي، حط اشتراك، خلونا نوصل 20,000 مشترك قبل نهاية هاي السنة. وقبل ما نبدا، هاي اجمل التعليقات من اخر مقطع، ولا تنسوا اللايك والاشتراك، لانه لاحظت لما ما اذكركم حرفيا عدد اللايكات بتقل. ولو حابين تشوفوا هاي السلسلة انه عم تستمر، فوصلوا هذا المقطع ل1000 لايك. لو وصل هذا المقطع 1000 لايك خلال اسبوع حرفيا بنزلكم المقطع اللي بعده على طول. المقطع اللي وراه بيكون عن عندما تغرد الحمير، السلسلة المفضلة لكم. والآن خلونا نبدأ. طيب، معنا التغريدة الأولى. أحد مشاهير سناب شات: زينة البنت بالأماكن العامة لمين؟ طبعا تغريدة عادية، ولكن الرد من دانيال كان غريب بشكل مو طبيعي. صديقي العزيز، أولا تحدث عن نفسك فقط، وليس أنت الناطق الرسمي لدى مجتمع الرجال. ثانيا، الزينة حق مشروع للجميع. ثالثا، تبرر زينة الرجل ولكن لا تبرر زينة المرأة بسبب أفكارك السوداوية والنظرة القصيرة. رابعا، حق المرأة أن تتزين متى شاءت أو متى تشاء وأي سبب كان. ختاما، مو بشغلك. هذا مثال على واحد من الحمير اللي حاولت أشرح لكم إياه ببداية المقطع. حرفيا بتلاقيه حاطط عقله في قدمه وماشي ولا سائل على حدا. بالنسبة للناس اللي بتفكر إنه التطور والحرية عن طريق الحرام، فأنا حرفيا مليت من كتر ما رديت عليكم. حرفيا يمكن الأجزاء السابقة بالكامل كل جزء لازم ارد على هاي الفئه، فمشان هيك بترك التعليق للمتابعين. يا اخي بالله انتوا علقوا وردوا عليه بالتعليقات. انا مليت من كثر ما رديت على هاي الناس. بس حرفيا اللي رد بتلاقيه من النوع اللي بحياته ما اكل ولا كف، لولا هيك ما كان رد بهاي الطريقه. حرفيا خلونا نشوف اللي بعده، الله يستر بس. اوكي. تعرضت فتاه اثيوبيه للضرب المبرح من قبل 7 رجال ليتم مطاردتهم من قبل مجموعه من الاسود وابعادهم عن الفتاه، وبالاضافه الى ذلك بقيت الاسود الى جانبها حتى ان وصلت الشرطه واطمأنت الاسود عليها وذهبت. وطبعا في رد على هاي التغريدة: لو البنت حلوة ممكن نصدق، بس ما في شيء يدخل العقل. ليش هاي العنصرية يا أخي؟ ليش؟ حرفيا أنا كل ما أدخل على تويتر أو إكس بشوف تغريدات مستحيل تتصدق. حرفيا في أشياء لو بجيبها حرفيا القناة بتنحسب. مشان هيك بجيب أقل شيء غبي. لكن حرفيا حتى مع هذا المستوى من الغباء في كمية قزز مو طبيعي. قزز اللي هو مقزز، يعني فاهمين كيف؟ والله انه شرحي بيض وكلماتي بيض اكثر، بعتذر منكم. المهم، بعيدا عن القصة، يعني اوكي ممكن انها ما بتتصدق، لكن الردود العنصرية بزيادة ليه؟ يعني اوكي اكتب انه انت مالك مصدق القصة وبس. نفسي انا حرفيا يعني القصة صعب تتصدق، بس شو دخل اللون البنت او مين هي البنت او ليش العنصرية يا اخي؟ خلونا نشوف اللي بعده. بالله ما اعتقد اكو شيء اسمه صداقة بين امرأة وامرأة، لابد واحدة منهم تمتلك مشاعر حب للثانية. اوكي، وبليس ردت على التغريدة وكاتب كلام معقول ووجهة نظر تحترم. يا اخي يا اخي انت لازم تعرف انك غلط لما بليس يتفق مع كلامك. حرفيا لما تشوف بليس متفق معك اعرف انك غلط على طول. يعني بالله تخيلوا معي المنطق، لو كان في اختين بيحبوا بعض الموضوع كله طبيعي للجميع، عادي اختين بيحبوا بعض فالموضوع طبيعي جدا، الا لاخونا او اختنا صاحبة التغريدة وبليس عندهم عادي الشاب والبنت يكونوا اصحاب بدون مشاعر حب عادية. اما بنت وبنت لا، مستحيل يكون صداقة عادية، لا لازم يكون في شيء بينهم. اما شاب وبنت عادي يعني صداقة، وين المشكلة؟ الله المستعان، بس غباء مو طبيعي والله. خلونا نشوف اللي بعده. يا اخوان مع الليل بعترف لكم اعتراف بسيط بصراحة، كل الاولاد اللي حاطين افاتارات بنات تبغون الصدق مجحم عليكم جميعا دون استثناء. قاعد اتخيلكم نفس افاتاركم وتجيني افكار منحرفة حولكم. هلا دقيقة This is gay shit حرفيا. يعني هو في ناس بيعرف انه اولاد بس حاطين افاتار بنت انمي او بنت يعني بشكل عام، تمام؟ ومع ذلك بتجي افكار منحرفة عليهن. يعني لا اله الا الله، بس والله وصلنا لاخر الزمن. بعدين في شيء ثاني، الاولاد اللي بيحطوا افاتارات بنات شو وضعكم بالله؟ قسما بالله اول شيء بخطر ببالي لما اسمع عن هدول الاولاد هو انه ترانس وهذيك الاشياء الديسكاستنج حرفيا. يعني صاحب التغريده حمار، والناس اللي بتحط صور بنات وهم اولاد اساسا احمر، لا يعني مش لونهن احمر، لا هن يعني اغبى. اوكي والله انا اسف عن جد، اخر مره بنكت. اوكي، بما اننا وصلنا لهي اللحظه، فلو انت مو متابعني على الانستا فروح تابعني هناك. وناوي بصراحه اني ابدا دردشه معاكم خلال هذا الاسبوع، بنزل كل يوم ستوري وبحاول اني ادردش معاكم يعني، فيعني روح خلينا نتسلى هنيك مع بعض. اوكي، التغريده اللي بعدها بمناسبه يوم الاب، وش تحسون اهدي الوالد خصوصا انه كبير؟ جاي رد عليه شخص كاتب له هديه كفن، رجع رد عليه صاحب التغريده وكتب له حسبي الله ونعم الوكيل فيك، عقبال ما احد يهديك كفن وتفكنا من شرك. ردد عليه
نمزح يا اخوي، كلنا بنموت. يعني المفروض الان نضحك نحن على نكتك ولا شلون يعني؟ ها بتضحك حرفيا، ما بتضحك يعني. شو هالمنطق الفضائي هذا حرفيا؟ يعني نفس اللي بقول لك ان شاء الله تموت يا رجال، وبس تزعل منه او تضربه او تتضارب معاه بقول لك شو فيك يا حبيبي، عم بمزح معك، كلياتنا رح نموت. لا، والألعن انه جالس عم يحكي عن ابوه، يعني مو عليه، يعني ما كان عم بتمنى الموت للشخص اللي نزل التغريده، لا عم بيخلي صاحب التغريده يتخيل انه ابوه ميت. بس اتمنى تكونوا صدقتوني انه الديب ويب الحقيقي مو الدارك ويب، لا الديب ويب هو اكس او تويتر. خلونا نشوف اللي بعده. اوكي، وش وقفة الحشران ذي يا جيزاني يا مرسى؟ ما حد بيقول لك كيوت كذا؟ صاير كيوت، حيحبوني ام بنات وش اتزوجهم؟ والله يعني انا ماني عارف لو هاي لهجة او انت بحاجة لكتاب املاء، بس حرفيا الله يعين بندر. يعني والله بالرغم من انه الانسان طيب والبني ادم حرفيا طيب وعم بيقدم محتوى جميل، بالرغم من هيك كل ما ادخل على اكس او تويتر بلاقي كثير ناس بتسبه او ما بتحبه، تغلط عليه، ماني عارف ليش حرفيا. لو حدا بيعرف السبب يكتب لي بالكومنتات. ليش في ناس تكره بندر، او ليش الناس اللي بتكره بندر كثيره؟ خلونا نشوف اللي بعده. بالله، انتم ابوكم يقرا رسائلكم وما يرد ولا بس ابوي؟ المشكله اني الاخو الكبير، يعني قرار دار العجزه بيدي، بس اعلمه يعني انا متاكد انه هذا هو الدلال الزايد. حرفيا بتلاقي اهله وهو صغير بيعطوه كل شيء بده اياه بدون ما يطلب، بدون ما يتكلم حتى. خذ تفضل يا ابني حرفيا. وبالنهايه شوفوا النتيجه. مشان هيك انا ابني مو بس ما بعطيه مصروف، لا 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 لا، واول شيء بعلمه اياه كيف يوصل المقطع ل 8 دقائق عشان يعتمد على نفسه من بكير، فاهمين كيف؟ وبس يبدا يطلع فلوس باخذ ضريبه منه. سلامات، انا اللي علمتك تجيب فلوس من اليوتيوب حبيبي، جيب الضريبه ولا بنزل عليك دس حرفيا. اوكي، مع اني انا ما بوصل مقاطع ل 8 دقائق، بس يعني هو لازم يكون ثانوس اليوتيوب، فاهمين كيف؟ لازم يكون الرجل الاعظم باليوتيوب. بس والله بناء على طلبكم بالمقاطع انه اطول المقاطع، فتفضلوا، هاي مقطع طويل اطول من المعتاد بشوي، يعني اتمنى انه يكون عاجبكم هذا النوع من المقاطع. بس حرفيا هذا المقاطع بياخذ وقت اطول، ومشان هيك يمكن ما انزل بالشكل الكبير، ولكن زي ما بدكم راح اطول المقاطع. بالنهايه هذا هو طلب الاساطير وما فيني ارفض لكم الطلب حرفيا. خلونا نشوف اللي بعده. صراحه اشفق على اللي ياخذون قهوه من داكن، رخيص جدا، ما ادري كيف تستانس بكوب قهوه وسعره 9 ريال. انا حكيت عن القهوه من قبل حرفيا، وقلت كيف انه الاسم بس بيفرق وبزيد السعر من السما للارض، يعني السعر بيختلف بشكل مو طبيعي بس لانه اسم القهوه غير. مشان هيك بطلوا كل هاي القهاوي وسوي قهوتك بالبيت، وصدقني رح يطلع طعمها ألذ بكتير. او خلي الوالده تسوي لك القهوه، لانه حرفيا ألذ قهوه ممكن تشربها هي من ايدين الوالده، ولو ما عجبتك صدقني رح تعجبك غصب عنك بكل بساطه، لانه الوالده هي اللي صنعتها. وبس والله يعني هاي الناس اللي قاعده عم تغرد انه لا تشتري من المطعم الفلاني واشتري من المطعم الفلاني، انا ماني فاهم عقولهم اين. حرفيا الحريه هي انك تختار من وين انت حابب تشرب قهوتك، وليس الاشياء المريضه اللي عم نشوفها عن الحريه. بس والله هذا كان مقطع اليوم، اتمنى يكون المقطع عجبكم يعني. لو عجبكم لا تنسى اللايك، زي ما قلت لكم لو وصل هذا المقطع ل 1000 لايك الجزء السادس من عندما تغرد الحمير رح ينزل لكم على طول ورا هذا المقطع، على طول يا حبيبي، ما في مزح. طبعا زي ما خبرتكم روحوا على الانستا تابعني من دردش هنيك مع بعض، واشترك، خلونا نوصل 20000 مشترك باسرع وقت ممكن. بالمناسبه قبل ما انسى، الكومنت جدا مهم للقناه، فانزل واكتب اي كومنت بيعجبك يا حبيبي، حتى لو بدك تسبني انزل سبني بالتعليقات يا عمي، لا امزح، اوعك تسبني والله بتبلع بلوك. اوكي وبس، والله كان معاكم داي، شكرا لوقتكم الثمين، بيس. روميو صديقي علمنا معنى الوفاء، علمنا ألا نخشى الآلام. روميو صديقي يحفظ عهد الأصدقاء، يعرف كيف يجابه الأيام. روميو صديقي